ايه رأيكم في الطاجن الجميل ده؟ بصوا المنظر عامل ازاي، ولو شميتوا ريحته كمان مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. بصراحه حاجه كده في منتهى الجمال. انت لما يكون عندك سمك بيكون بايت، تعالى اقولك تعملي بيه الطاجن ده ازاي. انا كان عندي سمك فيليه، كان فايض مني حبه، فحرام ان انا ارميه بصراحه، فقلت لا لازم احطه في طاجن. كده كده لازم احنا اصلا قبل ما نعمل اي طاجن بقلي السمك. فهنا وكان عندي حبة جمبري بس نيين، فقلت يلا بينا نشوف الطريقة هتعمل ازاي. انا كان عندي هنا فلفل الوان وثلاث طماطمات وعودين نعناع كده بيدوا طعم وريحة حلوة قوي. وكمان كان عندي فلفلتين احمر عشان يدوا بقى الشطشطة الحلوة، وكزبرة. انا ما بحطش بقدونس، وممكن شبت او كزبرة او كرفس. وعندي توم وبصل. وهنا البهارات معلقة كمون ومعلقة البهارات بتاعة السمك وقرفة وملح وكزبرة. يبقى فلفل أسمر وكمون وبهارات سمك وملح وفلفل. وهنقطع بقى الحاجة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا هنقطع كل حاجة قطع صغيرة. والفلفل الحراق طبعا اللي منقدرش نستغنى عنه، هو ده اللي بيدينا الطعم الجميل في أي طاجن. حط لو هتحطي واحد بس، وتقطعي بقية الحاجة زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انتوا ما تنسوش تحطوا بس عود قرفة، ما تحطوش معلقة، عشان يعني العود بس يدي بس نكهة بسيطة. يبقى احنا حطينا ملحناه معلقة ملح كبيرة، معلقة كزبرة، معلقة كمون، فلفل اسمر وبهارات سمك. وكمان قطعت العودين النعناع زي ما انتوا شايفين، بجد النعناع ده بيدي نكهة وريحة وطعم جميل جدا. وقطعت كمان البصلاية بتاعتي الكبيرة شرايح زي ما انتوا شايفين. يبقى كده بعد ما هقطع كل الحاجة اللي عندي، هجيب بقى طاسة واحط فيها حبة زيت كده صغيرين حوالي ربع كوباية. وهنزل بقى بالثوم عشان انزل بعندي اللي هو الجمبري كان ني، فانا قلت بس اديله تشويحة بس يدوبك يغير لونه كده يبقى فاتح. وبعد كده هركنه على جنب لغاية لما اعمل بقية الحاجة. انا هنا رحت نازله بقى بالبصل، طبعا خد بقى من ريحه الثوم وريحه قصدي الجمبري. وبعد كده رحت نازله بقى بالثوم معاه، ومش عايزه اقول لكم والله الريحه تحفه. وبعد كده حطيت الاول الفلفل الالوان، عشان طبعا الطماطم انتوا عارفين انها ما بتاخدش سوا قوي. نزلت الاول بالفلفل دي تشويحتين كده لغايه لما دبلوا. وبعد كده برضو نزلت بالكزبره والنعناع. وعلى فكرة انا ما حطيتش البصل كله، انا سبت بس حبة بصل صغيرين وهقول لكم ليه. وبعد كده رحت حطيت الطماطم بتاعتي وشوحتها برضو، اديتها تقلبتين، وحطيت بقى البهارات بتاعتي. وقلبي بقى وعشان تطلع بقى الريحة الجميلة وانت بتعمليها وبتقلبيها كده بتطلع الروايح حلوة قوي. وبعد كده بحط حوالي كوباية مية واغطي عليها واسيبها بقى ايه زي تتسبك شوية كده، بس تنزل ايه الحاجة كلها كده بتدي طعم فيها. بصوا المنظر بعد ما تسبكت شوية. نزلت بقى ببقية البصلة، بتدي بقى تسكيرة كده وطعم حلو قوي في الطاجن. وبعد كده نزلت بقى بالحاجة كلها، يعني طبعا مش عايزة المية تنشف، عايزة الحق قبل ما تنشف عشان تشرب التتبيلة من السمك والجمبري. وتحطي الحاجة بتاعتك بقى زي ما انتوا شايفين. يا دوبك هتقلبيها وتغطيها بس يعني على البوتاجاز مش 5 دقايق بس، عشان بعد كده هقلبها في طاجن واحطها في الفرن. انا هنا بعد ما سبتها شويه كده شربت شويه من الصوص، رحت جبت الطاجن الفخار، طبعا ده اللي بيدينا الطعم الحلو برضو. ورحت نازله بقى بالحاجه بتاعتي دي، وسبتها بقى ايه غطيتها وسبتها بقى في الفرن عاشت حياتها لغايه لما تشوفوا المنظر عامل ازاي. طبعا حطيت برضو كده يعني زي جملتها كده من على الوش طماطمتين على شرايح فلفل على الفلفل الحراق طبعا اللي خدته اول واحد وقعدت اكل فيه. بصراحة كان جميل جدا. بس كده وتحطيه بقى لغاية لما يعيش حياته زي ما انتوا شايفين. بصوا المنظر طلع بالمنظر الجميل ده، والريحة مش عايزة اقول لكم. وبصراحة ما خدتش وقت مني خالص، طعم وجمال وحلاوة، ويعني حاجة كده تغيير في الأكل. انتوا كمان اعملوها وهتعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.